السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد هنشوف فيه انبهار مذيعات قصة نجاح المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي اللي اشتهر في مباريات كرة القدم بصوته الرائع وأحبه الشباب في كل بلاد العربية. يلا بينا نشوف قصة كفاحه ونرجع تاني مع بعض. إلى عالم الإعلام الرياضي سننقلكم أصدقائنا لنتعرف على شخصية جزائرية لا يزال صوته يرن في آذان الشباب خاصة، ولا تزال تعاليقه على المباريات الكبرى الحاسمة في لعبة كرة القدم يرددها الصغار والكبار على حد سواء. إذن نرحب معنا عبر الهاتف بالصحفي والإعلامي والمعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي. سعد صباحك أستاذ حفيظ. مرحبا بك سيداتي، مساء صباح الخير وصباح النور لكل المشاهدين الكرام. سعيد بتواجدي معكم، تفضلي. أهلا بك. يعني بالفعل لصوتك رنة خاصة وتعليقك رنة خاصة، وأحببنا أن يكون هذا اللقاء عبر الهاتف حتى نستذكر يعني معك أستاذ حفيظ بدايات العمل التلفزيوني، ذكرياتك مع بدايات العمل التلفزيوني والتعليق من خلال العمل التلفزيوني. أولا مرحبا، شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة. سأفاجئك لو قلت لك بأن بداياتي كانت عندما كنت في الابتدائي. كانت مجرد هواية ثم عشق ثم موهبة كبرت مع الوقت، وبعدين المكتوب تاع الله سبحانه تبارك وتعالى، لأنني كنت عاشق الميكروفون، كنت عاشق الإذاعة قبل التلفزيون. منذ كنت في الابتدائي كنت نقلد المذيعين ونقلد المعلقين ونقلد الإعلاميين، إلى أن كبرت ودخلت معهد الإعلام في الجزائر، معهد العلوم الإعلامية والسياسية، وصرت صحفي واتيحت لي الفرصة أن أشتغل في التلفزيون العمومي الجزائري لمدة 20 سنة، ثم منذ 11 سنة في قنوات بين سبورت. طبعا بالإضافة إلى مساهماتي في مختلف الإذاعات، اشتغلت في الإذاعة لمدة 5 سنوات كذلك بموازات، ومساهماتي في المواقع وفي الصحف، وعندي 3 كتب ألفتها لحتى الآن متنوعة في شؤون الحياة وفي الرياضة وفي الإعلام عموما. تجربة ك 32 عاما لحتى الآن. نعم. كلها خير إن شاء الله، وأتمنى أنني أكون موفق. نعم، جميل جدا. أستاذ حفيظ، اسمح لي أسألك سؤال قد يكون غريب بالنسبة لك، ولكن بالفعل أول ما سمعت صوتك في رنة يعني بترجعنا للزمن الجميل، برأيك شو سبب يعني فعليا هذا الصوت اللي كان موجود بالزمن القديم وحاليا ما عم نشوفه، أو هو موجود بالطبع، هو حتى حاليا موجود، ولكن له نكهة خاصة مثل صوتك ولا صوت الإعلاميين القدامى والمخضرمين؟ والله لذلك قلت لك في البداية بأن الأمر يجمع بين الموهبة وبين العشق وبين قدرات يعطيها الله سبحانه تبارك وتعالى. طبعا صوتي وصوتك نحن ليس لنا دخل فيه، هو موهبة وملكة من عند الله. أعتقد أن صوتي إذاعي وتلفزيوني في نفس الوقت، وبعدين ممكن أيضا تعودتم عليه، لذلك يبدو لكم بأنه صوت مألوف وصوت معشوق أو محبوب بين قوسين. نشتغل عليه طبعا، لانه لازم الانسان يحافظ على، مثل المغني او الممثل، يجب ان يحافظ على صوته باجراءات. يعني هناك امور صحيه وطبيعيه يجب الانسان ياخذ باله منها، يبتعد عن كل ما هو بارد، يبتعد عن كل ما هو سخون، يحاول انه يحافظ على صوته لكي يكون في الموعد كل يوم، لانه شغلنا تقريبا كل يوم. فالامر يتطلب الكثير من الجهد. الخامات موجوده، ممكن توجدي الخامه اليوم ولا توجدي الفكر والقدره والمعرفه، وممكن توجدي القدره والمعرفه والفكر ولا توجد الخامه الصوتيه في الجهه المقابله. نعم. طيب أستاذ حفيظ، يعني لو تحدثنا عن المفارقات والتي حدثت على مستوى الصحافة التلفزيونية منذ الثمانينات حتى هذه اللحظة من واقع معايشتك وتجربتك. والله كثيرة جدا يا صباحية، أتحصل على الحديث عنها. أعتقد لما كنت في التلفزيون العمومي في الجزائر ومغامراتنا في الملاعب الإفريقية، وعندما نغطي الأحداث سواء كانت رياضية أو سياسية واجتماعية وثقافية، أعتقد أنه كان فيها الكثير من المغامرات والكثير من الأشياء الطريفة، وبدعم في هذا جيدا، ولكن صارت جزء من يومياتنا وجزء من عملنا وجزء من رصيدنا المهني، لأنه تقوينا أكثر، خاصة لما يتعلق الأمر بمساعدة في ملعب بعيد في أدغال إفريقيا. الصورة توصل والصوت لا يوصل، الصوت يوصل والصورة لا توصل، وتعرفي الظروف والإمكانيات في إفريقيا كمية صعبة وصعبة، وخاصة مثل ما قلت في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات. أنا بديت المهنة في سنة 88 من القرن الماضي، التسعينيات القرن الماضي كانت الظروف التقنية والفنية صعبة كثير في أدغال إفريقيا.
بشقاي الى الكاميرون مثلا، وبعدين توجدي بانه علقتي على مباراه وصوتك لم يصل الى الجزائر لانه لم تكن هناك وسائل تواصل واتصال مثل ما هي عليها اليوم. اليوم الامور هذه نسيناها تماما وخفت مع التطور التكنولوجي الحاصل اليوم، صارت اصواتنا تصل وصورنا تصل. فلذلك نقول لهذا الجيل بانه محظوظ جدا بالتكنولوجيات الحديثه التي ظهرت والتي سهلت من مهمته. وفي نفس الوقت أنا حزين على هذا الجيل لأنه زمان الأمر كان مختلف من الناحية الفكرية والعلمية والثقافية وحتى الأخلاقية، مع احترامي كانت مختلفة كثير مقارنة به. طب دعنا نسمع تقييم مفصل أكثر عن هاي النقطة تحديدا أستاذ حفيظ منك. يعني فكرة يعني الإعلام التقليدي واكتساح حاليا مواقع التواصل الاجتماعي، دعنا نفصل أكثر بهذه النقطة. نعم، الامور تطورت كثيرا. قلت لك هذا الجيل محظوظ وفي نفس الوقت ليس له الحظ الكبير. اي نعم، تطور التكنولوجيات الحديثه وظهور مواقع التواصل الاجتماعي وظهور مواقع الكترونيه كثيره جدا وظهور ايضا اليوتيوب، وفي نفس الوقت سهل المهمه على الاعلام وفي نفس الوقت صعبها، لانه الكثافه اليوم والكثره هذه الوسائل الاعلاميه الجديده خلت الناس تغرق في عدد هائل، كم هائل من القنوات التلفزيونيه والاذاعيه واليوتيوب والمواقع الالكترونيه. هي اتاحت الفرصه للاجيال الصاعده بانها تتعامل مع تكنولوجيا جديده، ولكن غرقت المشاهد وغرقت الاعلامي في كثافه كبيره جدا. لم يعد المشاهد يقدر على متابعتها كلها، ولكن في كل حاجه فيها ايجابياتها وسلبياتها. خلينا نثمن ونقول بانه هذا التطور التكنولوجي من المفروض في خدمه الاعلامي ومن المفروض في خدمه المشاهد، الا اذا اسانا استعماله او الا اذا لم نكن في المستوى. نعم. طب أستاذ حفيظ، يعني الطموح لا ينتهي لدى الإنسان مهما وصل لمرحلة من التقدم على المستوى المهني والعملي. هل للأستاذ حفيظ الدراجي ما زال هنالك طموح، بعض الأمنيات الإعلامية التي لم تتحقق لو بالأمكن أن تحدثنا عنها؟ والله أنا بكل تواضع أعتقد بأنني حققت أغلب أمانية سواء المهنية أو حتى من الناحية الإدارية، لأنه أنا سبق لي وأن بفضل جهدي المهني تبوأت مناصب على مستوى التلفزيون العمومي، وكنت مدير اخبار ونائب مدير عام. نعم ما شاء الله. العمومي، والان نشتغل في قناه كبيره جدا منذ 11 سنه اللي هي قنوات بين سبورت. اعتقد بانه، ولكن املي الوحيد هو انه انا دائما في كل هذه المسؤوليات اللي كنت نتقلدها كنت دائما مطلبي الاساسي هو ان يسمحوا لي بضروره مواصله مهنتي، لانه هذه هي التي اتنفس من خلالها. اتنفس مهنه التعليق والتقديم التلفزيوني، وبعدين الان صرت نوع، صرت نكتب، صار عندي موقع الكتروني، صرت نكتب في مواقع وفي صحف عالميه، نساهم كذلك في برامج مختلفه. اعتقد بانه امنيتي الاساسيه هو دوام الصحه، الصحه هي اللي تخليك تكمل مشوارك المهني. انا وعندنا حظ كذلك مقارنه بالمهن الاخرى انه هذه المهنه ليس فيها تقاعد وليس فيها معاش، ممكن الانسان ما دام يتنفس يقدر يواصل الكتابه ويواصل التعليق ويواصل التقديم التلفزيوني الى ان يأذن الله. على كل حال هذه الايجابيه الاساسيه في هذه المهنه. انا فقط ما دام موجوده الصحه فانا دائما جيعان ودائما طمعان في انني اكمل مواصله مهنتي بالمستوى العالي. اذا شعرت في يوم ما بانه مستواي انخفض او لم اعد مهتما فحين ذاك اتوقف. نعم، يعني أستاذ حفيظ دراجي من الجزائر، الإعلامي والصحفي، سعيدين بوجودك معنا باليوم العالمي للتلفزيون وشكرا كثير لك. أنا أسعد سيدتي، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. شفنا مع بعض قصة كفاح الإعلامي الجزائري أو المعلق الجزائري حفيظ دراجي، وانبهار المذيعات بصوته وصوته الرائع، وده كان من خلال تعليقه على المباريات العالمية، وأحبوا كثير من الشباب في كثير من الدول العربية. فيديو جميل ورائع، أتمنى يكون الفيديو عجبكم. استنونا إن شاء الله في فيديوهات تانية. أسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.